بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا قطتي؟ عاملين ايه؟ سلمي يا لوزة. لوزة مش سايبالي الورق في حاله، امشي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن صحة واحسن حال. بصوا بقى، النهارده هنعمل ميزانية لقطتي الجميلة اللي قالت لي مرتين حاضر اهو، عملت لك الميزانية وبقيت لك كمان من الفلوس. بس قبل ما اعمل الميزانية احب بس اقول حاجة. بصوا حبايبي، اول القناه خالص في فيديوهات انا عاملاها ازاي نوفر فلوس النت وفلوس الحاجات، بس حبيت ان انا اعيدها تاني عشان في ناس كاتبالي انت في الميزانيات اللي فاتت مش كاتبالنا الميه والنور والغاز. انا بكتب الميزانيه حسب احتياجاتك انت. يعني في ناس بيقولوا لي حطي النور والغاز والميه، ناس بيقولوا لي حطي مصروفات الاولاد، ناس بيقولوا لي كده. انا بعمل الميزانيه حسب ما انتي طالباها مني، والله مش قصدي ان انا ما احطش نور وغاز وميه، بس انا كنت عندي فكره كده وانا بعملها معاكم دايما. بصوا يا حبايبي، انا كده بجيب مثلا، انا طبعا ما بقبضش بالشهر. آه فانتي بقى لو بتقبضي في الشهر هتعملي ايه؟ هتجيبي، بصي زي ما انا عامله كده الظروفه دي، خلاص. هتجيبي ظرف للنور والغاز والميه. بصي اول حاجه، وظرف للايجار. طب افرضي انا مش في ايجار، في تمليك، حطي فيه 200 جنيه، حطي فيه 100 جنيه، اللي يتوفر معاكي حطيه. طب النور والغاز والميه والنت انا عارفه كل شهر بدفع كام، كل باقه فينا غير التانية، عارفه بدفع نور كام، عارفه بدفع غاز كام. اجيب الظرف ده واحط فيه الحاجات بتاعتي، النور والغاز والميه، خلاص. وبعدين الخزين ده، لو انا عملت الظرف ده قلت لكم لو احنا ما عندناش تموين ممكن نحط فيه اللي يفيد مننا كل اسبوع، زي ما انا بحوش في الحصاله كده وبتشوفوني بجيب الحاجات اللي انا بجيبها. ده بالنسبه لو انت ما عندكيش تموين يعني. ظرف بقى ايه تاني؟ الادخار والطوارئ والاقساط. انت لو عليكي جمعيه هتحطيها في الظرف ده. لو عليكي مثلا ربنا يا رب يبعد عننا المرض وكل حاجه، انت كل شهر هتجيبي 50 جنيه هتحطيها في الطوارئ. لو فاض معاكي فلوس من الميزانية اللي احنا بنعملها هتحطيها في ظرف الادخار. يبقى الظرف ده انا اللي بيفيد معايا من الفلوس بتاعتي بحطها في الادخار. من ايه؟ من فلوس الاكل والشرب. الاقساط لو عليكي اقساط، لو مش عليكي خلاص يبقى ده، لو عليكي جمعية او اقساط هتحطيها في الظرف ده. لو مش عليكي خلاص يبقى نلغي الظرف ده ونحط فلوسه في الطوارئ. خلاص. الطوارئ دي يعني لا قدر الله لو حد تعب، لو حد عمل حاجة، بعد الشر يعني علينا كلنا، محتاجة علاج، محتاجة حاجة، فبتحطي ان شاء الله كل يوم يا ستي 5 جنيه بتحطيها في الظرف ده. يبقى ده بالنسبة للنور والمية والغاز والطوارئ وكل حاجة. طيب حضرتك بقى قلتيلي اللي كاتبالي في التعليقات فين النور والغاز والميه. اولا هي صاحبه الميزانيه ما كانتش كاتبالي كده. انتي بقى مثلا باخد 4000 جنيه، قسمت ال1000 جنيه على دول اتبقى 3000. ال3000 دول هما اللي هجيب، انا بقول مثلا هما اللي هجيب بيهم الغدا والعشاء والفطار والاكل بتاعنا. فانا لما بعمل ميزانيه ليها اكل، هي بتبقى صاحبه الميزانيه هي اللي قايله لي في التعليقات. عشان كده بقول لكم يا حبايبي، الفيديوهات اللي انا بعملها مش من دماغي، دي من اصحاب الميزانيات نفسهم. وطبعا كل واحده شكرا للتعليقات، لما برد عليها بفيديو هي بتكتب لي بصوا كده، خشوا شوفوا التعليقات الجميله اللي بتجيلي، بسم الله ما شاء الله عليهم. فيعني حضرتك لو حابه ان انت تتابعي القناه تابعيها، عايزه تكتبي حاجه سلبيه والله ما بمانع، عادي اكتبي اللي انت عاوزاه، انا هرد عليكي. مش انا مش من النوع على فكره اللي لما حد بيبعت لي حاجه سلبيه بمسح وبعمل، لا عادي، ممكن ان انا ارد عليكي عادي، يمكن انت مش فاهمه مثلا الحته دي بالظبط. فانا زي ما قلت لك كده قلتي، احنا بنعمل الميزانية حسب ما صاحبتها عايزاها، اكل وشرب. حتى هي بتكتب عندها تموين مش عندها تموين، عايزة منظفات، عايزة نفس اللي احنا ما قايلين عليه. بس كل والله 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 انا بحلف بالله
ان يمكن احسن الناس عندي، انا من 1000 تعليق بيجيلي تعليق سلبي بس. يعني انا مبسوطة جدا جدا ان قناتي قدرت توصل لكمية قلوب الناس دي كلها بجد. وشكرا ليكم وشكرا على تعليقاتكم، بس برضو لسه اللايكات قليلة. بس انا مش زعلانة والله. وحتى اللي شافت قناتي وهي عايزة تقول حاجة يعني كتر خيرك برضو ان انتي كتبتي لي تعليق وعرفتيني ايه اللي انتي عايزاه بالظبط. خلاص تعالوا بقى نشوف، عشان احنا كده انا طولت في الفيديو. عايزه اشوف وعايزه بقى اعرفك بنفسي، عشان انتي كتبتي التعليق. عايزه اعرفك بنفسي، انا اسمي السيده حسن. دي قناتي بتضم التدبير والتوفير وكل حاجه نقدر ان احنا نعملها في الظروف الصعبه اللي احنا فيها. تعالوا بقى نشوف مع بعض. لو معايا 3500 جنيه 3 افراد كبار، عندي تموين، عايزه اكل وشرب. هي عندها فردين تموين، هو يا قطتي عندها فردين تموين. هي عايزه اكل وشرب منظفات. تعالي بقى يا قطتي هقولك هتجيبي ايه، وكمان هتفوجي والله هتفوجي. في ناس رجاله بتخش بتضحك، انا بقول لكم بقى لا، احنا ستات شاطره وبنفوض من المصروف كمان. يلا بقى اللحوم والفراخ. احنا مثلا هناخد اول حاجه لحوم وفراخ. هنجيب فرختين، نص بانيه، نص لحمه مفرومه، عشان انتي 3 افراد كبار طبعا مش بيروحوا مدارس ولا حاجه. نص لحمه بفتيك، ربع صدق، ربع جبنه، 3 كيلو سمك. وزي ما احنا متفقين فلوس السمك تتشال على جنب، عشان خاطر السمك بنجيبه يعني يوم اما تحبي تاكلي سمك كده هاتي، او لو هتنضفيه افتحي بطنه ونضفيه وكل حاجه، بس ما تشيليش القشر اللي عليه، السفه اللي عليه شيليه. وانتي بعد ما تطلعيه كده ويفك شيليه، هتلاقي السمكه زي ما انتي جايباه. 3 كيلو سمك كويس جدا ل3 افراد في طول الشهر. يبقى كده يا حبايبي الفرختين، انا جايبه الفرخه ب150، مش لازم نجيبها كبيره. وطبعا في افكار كتيره في القناه ازاي تقطعي من الفرخه دي تطلعي منها 10 افكار كويسين. 300 جنيه. نص البانيه رخص بقى ب100، مش بقى الربع ب60، انا لسه جايباه ب50. نص اللحمه المفرومه ب100، نص لحمه بفتيك 140، ربع صدق 50، ربع كبده 50. 3 كيلو سمك ب300 جنيه، يبقى 1040 جنيه. ده كده ميزانيه اللحوم والفراخ. الخزين هنجيب بقى على التموين اللي معاكي. بصي عايزه تنقصي من الحاجات دي براحتك، يعني لو التموين بيكفيكي براحتك برضه. عايزه ان انت تزودي الحاجات اللي قلتلك عليها زوديها. اي فلوس هتحفظ معاكي حطيها في ظرف الادخار. 3 زيت، 3 سكر، 5 رز، 5 مكرونه، ربع عدس بجبه، ربع عدس اصفر، ربع لوبيا. عايزه تجيبي فاصوليا براحتك اللي انت عاوزاه. يبقى كده 150 جنيه زيت. انا حسبت الازازه ب50، وفي ازايز ب41 ب45 اللي يعجب. معلش عفوا. 3 سكر ب90، انا عندي كيلو ب30 وفي ناس بيبيعوا ب26. 5 رز ب150، 5 مكرونه ب125، ربع عدس بجبه ب15، ربع عدس اصفر 15، ربع لوبيا 15، المجموع 560. وهتجيبي ب40 جنيه بهارات، ب20 فلفل اسمر، ب10 كمون، ب10 كزبره، ب5 كزبره، وب5 والله جبت ب10 كزبره مره البرطمان. ولو اقول لكم كفاني شهر. ممكن تجيبي ب5 شطه. بصي البهارات كده كده ما توجعيش قلبك فيها، لانك انت ممكن تجيبي ب10 جنيه وب20 جنيه هيوفروا معاكي كتير. يبقى كده 600 جنيه من الخزين اللي انت هتجيبيه على التموين. خلاص يا قطتي؟ معلش انا اسفه، البرد يعني مبهدلني. الفطار عشان كده انا ما نزلتش فيديو امبارح. الفطار هنجيب كرتونه بيض، هنجيب نص جبنه قريش، هنجيب نص جبنه تركي، هنجيب ب20 جنيه فول وب20 جنيه فلافل. عايزه تجيبي الفول وعايزه تجيبي الفلافل من عند الراجل عادي وتقسميهم. عجينه الفلافل على فكره عادي ممكن تجيبيها وتقسميها عندك في اكياس التلاجة. عايزه تعمليها انت، انا كنت قايله طريقه جميله بس للاسف اللي بتقولي مش بتكملي الفيديوهات بتاعه الطبخ، والله بعمل لكم فيديوهات طبخ ومش بتتشاف، فعشان كده بطلت ان انا انزل فيديوهات الطبخ. لو حابين ان انا اعمل لكم طريقه الفلافل تاني او طريقه الفول والحاجات دي قولوا لي في التعليقات وانا ان شاء الله اعملها لكم.
يبقى كده مجموعهم 280. بالنسبة للمنظفات هتجيبي 4 اكياس اوكسي من ابو 25 ب20 جنيه كلور، ب20 جنيه صابون سائل، ب20 جنيه سلك مواعين، 20 جنيه ديتول، و20 جنيه داوني. عارفين بقى ريحة الغسيل دي انا لما بجيب مثلا ب5 جنيه او ب20 جنيه زي ما بقول لكم كده بملي بيها الازازة، بعملها معطر بقى. انتي بتجيبي شويه كوبايه كده وتحطيها في ازازه فيها بخاخه وتحطي عليهم شويه ميه، اقسم بالله وبخي بقى كل البيت. عارفه احلى معطر يعني. ممكن في معطرات جديده كنت بستخدمها لقيتها بقت غاليه جدا، ازازه المعطر وصلت ل100 وحاجه و100 وحاجه. فعلى ايه بقى؟ وطبعا انا عندي قطط وبحب ان انا انضف كل يوم وكل شويه على فكره، يعني ممكن انضف 3 مرات في اليوم. فلقيت بقى ان الدوني ده لما بعمله كده بالميه في البخاخه بيفرق معايا كتير. يعني الدوني ده لو انت عايزه تبدلي التيتول بدوني وتحطي عندك كميات، جميل جدا. ريحه الغسيل دي بتخلي حتى الشقه كده ريحتها جميل. وب60 جنيه الشاور، انا جايبه الشاور علبه الشاور ب60 جنيه، وفي انواع ب50 وفي انواع ارخص. على فكره ممكن تلغي الشاور وتجيبي بيه صابون للوش اللي انت عايزاه. بس انا يعني بفضل الشاور، لان الشاور بنغسل بايدينا، حطيه في علبه كده على الحوض، تغسلي بيها ايديكي. برضو للجسم جميل عشان خاطر يعني ايه ندبر مع بعضينا زي ما احنا عارفين، وريحته جميله. انا جايباه حتى وريته لكم قبل كده في القناه. ادي كده 260 جنيه المنظفات. طيب الخضار هنقسم الشهر على 4 اسابيع، 250 جنيه كل اسبوع، ادي كده 1000 جنيه، يبقى 1040 و1000 ادي 2040، وعندنا كمان 600 ادي 2640، وعندنا 280 و260، يبقى كده لو نقصناهم من 3500 هيتبقى معاكي 320. لو انت حابه ان انت تنقصي حاجه من دول، حابه تزودي عليهم، مثلا حابه تجيبي لبن، حابه تجيبي حاجه على الفطار، جيبي براحتك. عايزه تجيبي حلاوه، عايزه تجيبي اي حاجه تزودي على الفطار جيبي. بس الباقي 300 جنيه لو انتي سبتي ال 300 جنيه دول معاكي في ظرف الادخار، صدقيني كمان 10 شهور هيبقى معاكي 3000 جنيه، وانتي كمان فوتي من الفلوس بتاعتك. الكلام اللي انا بقوله ده باسعار النهارده. انا واحده ست زيكم بنزل اشتري من الاسواق، بنزل اشتري من السوبر ماركت. مفيش حاجه اسمها اصل انتي ايه اللي انتي بتقولي له. والله بجد امشي على الميزانيه دي، جيبي الحاجات اللي بقولك عليها هتفرق معاكي طول الشهر، وجربي مره كتير. على فكره انا والله بجد بعجب يعني. اي حد بيقول لي انا جربت ووفرت اللي انتي بتقولي عليه، بجد يعني بيخطف قلبي. يعني انا بحس كده ان انا عملت حاجه مفيده. لو واحده بس استفادت من فكره فيديو، لو واحده بس، انا ببقى مبسوطه. طبعا بحبكم كلكم، ويا رب اشوفكم دايما في سعادة ودايما كده بصحة وعافية يا رب. شكرا 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 ليكم بجد. انا ما كنتش مصدقه ان انا اوصل لل2000 دي ولا اعديها ابدا. انا بقالي 4 سنين، بس انا طبعا سبت اليوتيوب سنتين وكده، وبدات ان انا اعمل من الصيف اللي فات. يمكن كمان ما كنتش بنزل فيديو كل يوم، بس انتوا شجعتوني بصراحة ان انا بقيت انزل فيديو كل يوم. بحبكم واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ويا رب يا رب تكونوا بتستفادوا من كل كلمة بقولها. واي حد عايز اي ميزانية حتى لو بالنور والمية والغاز والبوتاجاز وكل حاجة يكتب لي في التعليقات، وان شاء الله باذن الله هرد عليه. واشوفكم ان شاء الله كده دايما بخير.